إذا رأيت نفسك كل ليلة تستيقظ بين الساعة 2:04 فجرا، فهذا ما يريده الله منك أن تفعله، وتلك هي رسالة الله إليك. إذا أردت أن تعرف ما هي هذه الرسالة وماذا يريد الله منك إذا استيقظت في هذه اللحظات وهذه الأوقات، فما عليك إلا أن تبقى معي إلى نهاية هذا اللقاء، واكتبوا تعليقا بالصلاة على النبي، ونبدأ بعون الله وفضله وتوفيقه. أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفضليات، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. هل تستيقظ كل ليلة فجأة بين الساعة 2:04 فجرا؟ هل تشعر أن الأمر يتكرر معك كثيرا بلا سبب واضح؟ وما هي الرسالة الربانية التي قد تكون موجهة إليك دون أن تشعر؟ وكيف تحول هذه اللحظات المباركة إلى سبب للفرج؟ هذا مقطع سيوقظ قلبك قبل أن يوقظ عقلك. الاستيقاظ أيها الأحبة في أوقات مباركة هو تدبير وترتيب إلهي. ربما تستيقظ في منتصف الليل، هذا الوقت من 2 ليلا إلى 4 فجرا ليس وقتا عاديا، إنه وقت الرحمات، اختصه الله عز وجل لنزول رحماته. هذا وقت قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول المولى تبارك وتعالى، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ يتنزل نزولا يليق بجلاله وكماله سبحانه جل وعلا في هذه الأوقات. فلماذا استيقظت أنت تحديدا دون غيرك في هذا الوقت؟ لأن الله عز وجل رأى في قلبك حزنا لا يراه الناس، وربما أن دمعة أخفيتها عن أعين الجميع هي التي جعلتك تستيقظ في هذه اللحظات، أو ربما لأن هما طال بك حتى أثقل روحك وأتعب نفسك. الله عز وجل لا يوقظك في هذه اللحظات وهذه الأوقات المباركات ليتعبك أبدا، بل يوقظك ليقربك إليه، ليأتي بك إلى نافلة من أعظم النوافل، وهي قيام الليل. ليس صلاة فقط، قيام الليل شكوى وأنين وعتاب وانكسار، وربك عند المنكسرة قلوبهم. قيام الليل رحمات، فإذا ما توضأت فتحت لك أبواب الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. قال النبي: فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى الله، ومنهاة عن الإثم، وتكفير للسيئات، ومطردة للداء عن الجسد. أي نعيم هذا وأي فضل هذا حينما يوقظك ربك في هذه اللحظات كأنه يستخلصك من بين الخلق إلى لذة القرب والاتصال بالرب. قم ولو بركعتين في ظلام الليل، توضأ وقل: يا رب العالمين، أنا ها هنا جئتك باكيا تاركا الدنيا وما فيها وراء ظهري، مخلصا لك دون أن يرى عملي أحد من البشر. جئتك منكسرا وأنت جابر الخواطر يا أرحم الراحمين. اشكو إلى ربك واسأله ما عجزت عنه الأسباب،
فيحققه لك رب الأرباب. والله ما طرق عبد من العباد باب الله عز وجل في هذا الوقت إلا وفتح له وجبر إما فرجا وإما صبرا وإما طمأنينة وإما رزقا. فإذا تكرر استيقاظك في هذه اللحظات المباركة فاعلم أنها ليست صدفة، بل دعوة ورسالة من الله إليك ومحبة من الله لك. اللهم أيقظ قلوبنا كما أيقظتنا من نومنا، ولا تحرمنا لذة القرب منك يا أرحم الراحمين. وفي الختام سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.